يوتيوب. لإعلاناتكم يرجى التواصل مع الفان جروب. مبروك يوتيوب، باركولنا يا جماعه. اليوتيوب ادانا الجايزه دي بمناسبه وصول قناه يوتيوب لمليون مشترك. هي اي نعم الجايزه جت متاخره شويه علشان احنا دلوقتي 1.25 مليون، بس مقبوله من اليوتيوب. احنا فخورين جدا بالجايزه دي لان دي اول جايزه تيجي للبرنامج، واحنا تاني قناه في مصر نحصل على الجايزه دي. عشان كده احنا حابين ان احنا نهدي لكم الجايزه دي علشان انتوا السبب في النجاح اللي احنا وصلنا له، وبنشكركم مره تانيه. لا والله ما حكم عسكري. الرأي العام في مصر بيتشكل بالآلاف. وايام مرسي كانوا بيتكلموا، لكن ايام السيسي بيتكلموا. الصراع على السلطه في مصر ما بين طرفين، طرف معاه سلاح وطرف ما معهوش سلاح. خلال السنه ونص اللي فاتوا الطرف اللي معاه سلاح قاعد يطحن في الطرف اللي معهوش سلاح ويتهموا انه معاه سلاح، فالناس صدقت ان الطرف اللي معهوش سلاح معاه سلاح، والطرف اللي معاه سلاح ما بيستخدمش السلاح. الكلام ده بقى وصل لناس ثالثه معاها سلاح. قال لك ايه ده؟ يا سمعه الارهاب بقت في الارض ولا ايه؟ كل من هب ودب بيتقال عليه ارهابي. فقام رايح للطرف اللي معهوش سلاح وقال له انت معاك سلاح؟ قال له لا احنا سلميتنا اقوى من الرصاص. قال له طب اطلع بره كده لو سمحت، بره خالص. امر يا كابتن. فبقى عندنا طرفين، طرف معاه سلاح وطرف ثالث معاه سلاح برضه. فالطرف اللي معاه سلاح ده راح للطرف اللي معاه سلاح ده وقال له ايه ده؟ انت معاك سلاح؟ قال له اه. جم بتوع داعش جم في سينا، اهلا وسهلا وسلموا على بعض الناس. داعش حقيقة وصلت إلى مصر، يعني بشكل جزئي نعم. سلام عليكم، انت دعشاوي ولا ايه؟ طب ما تيجي. قلت داعش صناعة أمريكية ولا تستطيع طبعا دخول دي مصر. حاجة معروفة، ولا تستطيع دخول مصر. اسكت بقى، هم عندنا. ومن الواضح كده ان احنا كلنا الفترة اللي جاية هنجيب فشار ولب ونقعد نقزقز ونشوف الصراع اللي هيكون ما بين الجيش وداعش. اللي هيرجح جفة الجيش ان السيسي معاه تفويض. لا ده تفويض طبعا الارهاب المحتمل مش اللي بجد، بس يلا كله ارهاب. السؤال هنا للسيسي، هل انت يا ابو السيس تقدر تواجه الارهاب ده؟ والزعامة دي ما تجيش إلا من قلب أسد. قلبك هيبقى أسد. شوف يا فندم، والله انت لسه ما شفت قلبتي. هتبقى قلب أسد. هفاجئك. يا ريت تفاجئني يا بسعود. لا طالما السيسي قال هفاجئكم يبقى نطمن. يعني احنا بقالنا سنه ونص مع الراجل. طريقك كلها زي الزفت. مفيش قدامي غير ان انا اعتمد عليك. وازاي بقى هعتمد عليك مش عارف. شكلك هتودينا في داهيه. انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ يا ابني اقفل بقك بقى، بطل الكلام الغريب ده بقى، ما توجعش قلبي. الله. مش هقدر، مش عايز. انا مش قادر اديك. قعدت تقول مش قادر اديك اهو جالك اللي هيديك. هو ده بقى جيش ده يا جدعان؟ ده بقى جيش؟ فين ايام زمن الجيش الجميل؟ هذا وقد أعلن تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي تبنيه لعملية كمين كرم القواديس تعرض الجيش المصري لاعتداء هو الأعنف منذ هجوم رفح 2 في شهر أغسطس من العام الماضي. الجيش المصري في ساعة هو مين اللي مسك الجيش بعد مرسي؟ وخمسة من جنوده السيسي. في هجوم لمن وصفه عبد الفتاح السيسي. على القانون. بس يا انور يا اخويا، ما تحسش في نفسك يا اخويا. البلد اتبهدلت من بعدك. الله يمسيها بالخير الحاجه لميس، يعني حطت مبدأ حكمه، والله العظيم حكمه. تقيلة عليك الشيلة ما تشيلش. تقيلة عليك يا دكتور مرسي الشيلة ما تشيلش. تقيلة عليكوا يا جماعة الإخوان الشيلة بلاش. بتجروا ليه على السلطة قوي كده؟ لا بس المبدأ ده ما ينفعش نعممه. ليه؟ عشان السيسي حط مبدأ جديد، مش قد الشيلة بس معاك سلاح شيل يا معلم، انت برنس محدش يقدر يكلمك. لو انت مش قادر سيب المكان بتاعك. إذا لم تجد صيغة كحاكم انك تحيد القوة المضادة ليك اترك الحكم. بصراحة كده لو ما انتش قادر على انك انت تتصدى لمشاكل الأمة دي وتنجزها بأفكار مش بإمكانيات بس،
سيب المكان بتاعك. كده يا اسطى عبده؟ يعني انا دلوقتي يا اسطى عمال احوش عنك وادافع عنك قدام الناس قدام لميس، اقول لا ده معاه سلاح يقعد غصبا عن الكل، تقوم تكسفني كده وتقول اللي مش قد الشيله يمشي؟ يعني طب بالطريقه دي بقى انت عمرك كده ما تعرف تواجه ارهاب، عشان الارهاب عايز رجاله، عايز وحوش، عايز اسود. بسم الله ما شاء الله. بس يعني ده جيش يعني على رأي زمايلي قال لك داعش، العيال المسلوعين الملثمين دول. يعني احنا ممكن نبعت لهم 2 3 من اللي احنا شايفينهم دول. ان شاء الله. يعني ممكن يأزأزوهم مثلا. ربنا يبارك. ثانيه واحده بس كده، يعني بغض النظر عن اي حاجه، ايه علاقه مواجهه الارهاب بالعضلات؟ يعني انت لو داعش دخلوا عليك دلوقتي تعملهم كده؟ ايه ده؟ يعني مش فاهم برضه. وبعدين يعني الناس بتوع داعش عملوا فيديو كله ارهاب ودم وقتل وبتاع وقتلوا الجنود وكلام من ده. بقول لك رد محترم، عايزين رد يرد على الفيديو ده، رد كده يرهبهم. عايز ابو بكر البغدادي في العراق رجليه تعمل كده. هل يتحمل أبو بكر البغدادي نظرات الفنانة إلهام شاهين وهي بتقول له كفاية إرهاب؟ هل سيستمر زحف المجاهدين نحو القاهرة بعد رؤيتهم للفنان مصطفى قمر؟ ما هو موقف داعش والدولة الإسلامية من لغد رجاء الجداوي الذي يهتز بشدة؟ هل سيصمد الإرهاب الأسود أمام قوة حنجرة وشنب الفنان يوسف شعبان؟ انا بالسالمي. هل سيستمر مسلسل قتل جنودنا بعد مشاهدة الإرهابيين للأداء الفيك لأحمد بدير؟ هنقف ضد الارهاب. ألم يأن الأوان لداعش أن تتراجع عن كل عنفها بعد هذه الكلمة؟ كفاية 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 كفايه. بقول لك داعش وقتل ودم وذبح، تقولوا لي كفايه؟ يا جماعه ده ارهاب، ارهاب. مش عارفين تواجهوا الارهاب؟ قولوا لنا، احنا عندنا افكار كده مجهزينها لمواجهه الارهاب. يعني خد عندك مثلا، ايه رايك لو الجيش انفكوا من السياسه خالص وراح عمل حدود؟ لا دي مش هتنفع، عشان كده سببت الناس اللي فوق هتروح. طب ايه رايكم لو الجيش قام رايح للجنود اللي في سينا مسلحهم كويس ومدربهم كويس؟ لا مش هتنفع دي برضه، عشان احنا عايزين الجنود دول تموت، يعني عشان نعرف نتاجر بيهم. طب في حل انا اعتقد انه يكون مناسب. ايه رايكم لو الجيش والشرطه قاموا بوظيفتهم الرئيسيه وبقوا في خدمه الشعب؟ لا مش هتنفع دي برضه، مش دافع برضه 50,000 وجايب واسطه عشان يبقى في خدمه ولاد الكلب اللي زينا. طب ايه رايكم لو السيسي، لا ما هو مشكله السيسي برضه ان احنا اكتشفنا بعد 1.5 سنة ان الراجل ده ملوش غير وظيفه واحده. عمر ضم للداخل، ممكن ادردش معاك شويه وتبقى قوي فيضانات تقدس حشرات اخرى. ما تخافش انا مسيطر، ارجعها لك. قلت لك ما تخافش. ايه يا ابني ده؟ ارجع تاني كده. وانا صغير كان في ناس كبار يضربوني، اقول لهم ايه بقى؟ بكره اكبر وابرع. خلاص يا ابني انت كده عملت اللي عليك. في رئيس يخرب البلد ورئيس يخرب البلد والجيش. سايجر وهجس. تقيلة عليك الشيلة؟ ما تشيلش. تقيلة عليك يا دكتور مرسي الشيلة؟ ما تشيلش. تقيلة عليكوا يا جماعة الإخوان الشيلة؟ بلاش. بتجروا ليه على السلطة قوي كده؟ إذا لم تجد صيغة كحاكم إنك تحيد القوة المضادة ليك، اترك الحكم. داعش صناعة أمريكية ولا تستطيع طبعا دخول دي مصر. حاجة معروفة. ولا تستطيع دخول مصر. السلام عليكم، انت دعشاوي ولا ايه؟ طب ما تيجي. ما تنساش تشترك معانا في قناتنا من هنا، وتتواصل معانا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي موجوده رابطها تحت الفيديو، وتتفرج على الحلقات اللي فاتت. واحمد عمال يضحكني، واعمل شير الحلقه، اهم حاجه تعمل شير الحلقه. سلام.